أنا سامية، وقصتي بدات من زمان قبل ما يكبر الهم وتبدل الدنيا. كانت عندنا واحد الدار صغيرة في واحد الحي قديم شوية. المهم الدار اللي ما فيها لا زواق لا بهراجة، ولكن كانت عامرة بأهم حاجة: بالضحك، بالفرحة، بالعشرة، بالريحة ديال الخبز اللي كانت كطيب ماما كل صباح قبل ما يخطفها المرض مسكينة وهي باقة صغيرة وباقة في الشباب ديالها. خلات ثلاثة تاع البنيات، ثلاثة ديال الوريضات. الكبيرة اختي إلهام كانت عندها ديك الساعة 17 عام، وانا سامية الوسطانية كانت عندي 13 عام. واختي الصغيرة وصال اللي كانت عندها 9 سنين. كانت اختي الصغيرة فاهمة وما فاهماش، واعية وما واعياش، عارفة وما عارفاش، تبدلت عليها الدنيا فجأة. وانا اللي كنت دائما لاصقة في بابا كنحاول نفاجئ عليه، كنحاول نقص من الحزن اللي في الدار حيت كان مسكين مريض وتزاد عليه الحال من مورا الموت ماما. واختي الكبيرة إلهام اللي أول حاجة دارتها وقالتها مسحات دموعها وقالت لينا: أنا من اليوم أنا أمكم، ما عمري غنتخلى عليكم، اللي احتاجيتوها أنا اللي غنقوم بها. ومشات الأيام وجات الأيام حتى كبرنا، وكل وحدة كبرات قبل من وقتها، كل وحدة عرفت المسؤولية قبل من اللعب. أول وحدة تزوجات كانت إلهام. اختي الكبيرة تزوجات بواحد الشاب اللي كان واعي من العائلة، كان ولد الناس باين عليه الهدوء والوقار. وإلهام كانت في بالها غادي تتزوج وترتاح حيت اختي مسكينة خدمت في بزاف د الحاجات، خدمت الخياطة، خدمت عند العيالات، خدمت مسكينة في المحلابات، دارت بزاف د الحوايج على قبلنا. وفي شي بعض المرات كانت كتوقف بلاصة بابا في الكريسة اللي كان كيبيع في الزنقة، حيت مع الوقت ولا عيا وما بقاش كيقدر يخدم، ماشي كل نهار. ولكن في الحقيقة راجل إلهام ماشي داكشي اللي كان في بالو. دغيا بدا فيه الصداع وبدا فيه التحكم، كل نهار كيقول ليها: علاش كتباتي في داركم، علاش تفكري غير في خواتاتك، دابا عندك دارك خص يكون عندك ولادك وتفكري فيهم تخدمي على قبلهم. وكانت هي كتجاوبو: هادوك خواتاتي هما نصي الثاني، ما نقدرش نبدلهم. هو كان كيزيد الكراهية بيناتنا، ديما جابت الصداع، وديما كيشوف بلي حنا سبب المشاكل اللي بيناتهم، حتى وصلت به انه ولا كيسد عليها وما كيخليناش ندخلوا عندها وما كيخليهاش تجي عندنا. مشات الايام بهكاك، مره نشوفوها مره ما نشوفوهاش، حتى جات نوبتي وانا تزوجت بواحد السيد اللي كان كيبان طيب. ولكن ملي دخلت انا وياه لدار وحده بان وجه اخر: الضغط، السبان، المقارنه اللي ما كتساليش. كان كيبغي يعزلني بوحدي، دائما كيقول لي: هذيك داركم هي اللي ما تبقيش تمشي ليها، وعلاش ما تبيعوش الدار، وعلاش ما تفرقوش الورث. كان طماع، كان ديما كيشوف بلي انا خصني نتعاون معاه على الوقت، نتعاون معاه على الزمان، نقلب على شي خدمه ندير انا وياه بالنص بالنص. واخا ما كناش كارين كان ديما كيقول لي خصنا نخبيو شي فلوس بحال كارين. ولكن ديما كانت اختي عندها واحد الكلمه دائما كنوقف عليها: الراجل اللي ما يعاونيش بناقص منه. الزواج ديالي وديال إلهام كان تأثيره خايب علينا، ومشات الأيام بهكاك وجات الأيام حتى تخطبات اختي الصغيرة وصال. هذيك الملك الصغير كبر، تزوجات آخر وحدة فينا. الزواج اللي بدا في الأول خفيف، وراجلها كان واضح، ما كانش باغي المشاكل، ما كانش كيبغي الصداع، ولكن في نفس الوقت ما كانش كيبغينا حتى حنا. هو كيبغي يبقى جالس في دارو بوحدو وما يدخل عليه حد وما تخرجش مرتو عند الناس. لقينا حتى هو معاه مشكل، حتى وصلت به الجرأة انه واحد المرة قال لاختي: هذاك باكم ما نعاودش نشوفو عندي، الا بغيتو تشوفوه شوفوه في دارو، ومرة وماشي ديما، ولا ديروا النوبة عليه كل سيمانة تمشي وحدة، ولا وقعت ليه شي حاجة ها الجيران يصيفطوا ليكم وما عنده ما يوقع ليه. حتى هو ماشي راجل اللي كبير بزاف في العمر، عنده ديك 58 عام هكاك، راه يقدر يقوم براسو. كانت هاد الهضرة كتجرح وصال، كل نهار كيعاودها ليها. ومع الوقت فهمنا بثلاثة بلي الزواج ما جابش لينا الراحة، جاب لينا الهم، فقط الهم. خرجنا من الفرحة ومن ديك السكينة اللي كنا حاسين بينا، جاب لينا الفراق، خلافات، دموع، ووحدة وحدة ورا وحدة. بدات المشاكل كتغرق في كل دار فينا، حتى وحدة فينا ما كانت مرتاحة. كل وحدة كتصيفط للأخرى وسط الليل وكتقول ليها اش واقع ليها، علاش السعادة كتبعد علينا. وفي الاخر فرقونا الرجال، ولكن الحزن والهم والمرض ديال الاب ديالنا هو اللي رجع جمعنا. إلهام عطاها ربي جوج بنيات، وحدة عندها عامين والأخرى عندها 4 سنين، ووصال عندها وليد واحد كانت عنده ديك الساعة عام ونص.
واحد المرة التليفون ديال إلهام كيصوني، وحدة من الجيران كتقول لها بلي باك طايح الأرض وحالته صعيبة، وحدة فيكم تجي عندو ولا أجيو بثلاثاكم. إلهام صونات على وصال اللي صونات عليا، كلنا مشينا كنجريو، حتى وحدة فينا ما علمت راجلها. خرجنا وتجمعنا ومشينا بحال شي دراري صغار مخلوعين وكنقلبوا على اللي يعاوننا. مشينا حتى لباب السبيطار، تما تلاقينا. في واحد اللحظة اللي شفنا في بعضياتنا قدام الباب تصدمنا، بحال ما فهمناش، بحال ما عرفناش شنو هاد الملامح اللي تبدلوا في وجهنا. وحتى فينا ضعافت، الاخرى غلاط، التجاعيد اللي بانوا في وجهنا. امتى وصلنا اننا ما رديناش البال اننا كنتبدلوا. هذاك النهار في السبيطار ردينا البال بلي حنا كنبانو كبر من عمرنا. اختي الكبيره يلاه عندها 28 عام، ولكن الا شفتيها تعطيها مرة في الربعينات، وانا كذلك. واختي الصغيره اللي كتبان بحال شي شارفه، تجاعيد في الوجه، ضعفت بزاف. اختي الكبيره غلطت بزاف. لقينا راسنا في السبيطار، شفتنا واحد الطبيبه قالت لنا نتوما بجوجات، انا واختي الكبيره ضروري اننا نديرو شي تحاليل. قلنا لها من بعد نرجعو، دابا جينا على قبل بانا. دخلوه، شافوه، عطاوه الدويات، داروا ليه التحاليل واي حاجه كانت خاصه، شرينا ليه الدواء اللي خاصو. من بعد قالت لنا الطبيبه بلي حالته راه ماشي صعيبه، حالته راه نفسيه فقط. حاولوا انكم تعيشوا معاه. هو فعلا عنده مرض السكري، ولكن ماشي شي حاجه اللي كثيره، يقدر يتعايش معاه، يدير الريجيم، ما يوصلش لهاد الحاله اللي وصل ليها، لا من الضعف لا من الحاله الصحيه. هكا فهمنا بلي المشكل عندنا مشكل نفسي، سواء لا عند الاب ولا عند الخواتات. هاد الفراق اللي تفرقنا فراق صعيب وما سهلش علينا. في ديك اللحظة سولنا بعضياتنا واش حنا فرحانين، واش حنا فرحانين في هاد العيشات اللي عايشينها، كل وحدة في دارها، في مشاكلها، في همها. ولا على الاقل واش كنبغيو ازواجنا. حتى وحدة ما قالت حتى وحدة ما فرحانة، حتى وحدة ما كتعيش الحب. في هذيك اللحظة قررنا حنا بثلاثة نطلقوا ونرجعوا لدار بانا. وفعلا ما كملاش حتى 4 شهور باش كل وحده فينا طلقات وسالات. اختي الصغيره جابت ولدها وجات، واختي الكبيره جاب بنيتها وجات، وانا جيت بوحدي. جيت نعاون با، نعاون خواتاتي، نعاون وليداتهم. رجعنا للدار ورجعت لينا الفرحه، رجعت لينا السعاده، رجع الاستقرار. كل عشيه كنشعلوا ديك التلفازه، كنتعشاو عشيوه وفرحانين ضحكانين. والاهم من الفرحه ديالنا الفرحه اللي كنشوفوها في عوينات بابا، اللي ولا كيشوفنا مجموعين وكيبقى يضحك، عينيه كيضحكوا فيه. فعلا واحد النغيزه ديال الحزن، كيقول انه ما بقيناش في ديورنا، ما كاينينش مع رجالنا، ولكن فاش كيشوفنا فرحانين كيرتاح وكيفرح. الرجال يمشيو ويجيو، المشاكل كتجي وكتفوت، ولكن الاخت كتبقى ديما الدنيا وما فيها، طيح وتنوض عليه. اتفقت انا والبنات خواتاتي باش قسمنا المهام بيناتنا. الكبيره الهام غادي تقابل الدراري وغتبقى في الدار مع بابا مره كيخرج كيخدم، انا خرجت نخدم. اختي الصغيره مشات دير واحد الدبلوم باش توقف على رجليها وتخدم. مشات ليام بهكاك حتى دارت عام وعامين. من موراها انا جاني واحد الخطيب اللي كنت عرفت عليه في الخدمه، راجل اللي متقي الله ودرويش، فيت مجوج ومطلق وعنده وليد، وما قلت ماشي مشكل. قبل عليا وقبلت عليه، بغاني وبغيته، وعايشه معاه مرتاحه وفي امان الله. اختي الصغيره عاودت الزواج، ولكن اختي الكبيره ما بغاتش، قالت بركه عليا نعيش مهنيه مع بنياتي ومع الاب ديالي. سكننا حدا بعضياتنا، كل نهار كنشوفوا بعضياتنا فرحانين مرتاحين. الرابط ديال الدم ما كيفرقوهش الرجال، ما كتفرقوش الدنيا، كيبقى وكيموت معاك. كانت هذه قصة اليوم. البنات ما تنساوش تهلاو في راسكم، اشتركوا في القناة، لايك وبارطاج، وباي باي.